هنا في اليوتيوب ما تسمينيش انا ساريكول، ونرجعوا لكلمات خائنه الوطن. انا بزاف عليك حتى نكون خائنه الوطن. عاش الملك غتقولوا عليا عياشه، عياشه. فاش كنت انا كنخرج وكنسب ويمكن اسب سيدنا، ومن هاد المينيبر تنقدم ليه الاعتذار. شوف سيدنا جلاله الملك محمد نصرك الله، انا راه كنت كنسكر جلاله الملك. انا كنت طفله صغيره في عمري 21 عام، دابا عندي 27 عام، غادا نكملها في شهر 11 فيه 6. كنت صغيره وما كنتش عارفه، وكنت معصبه لان جلاله الملك في بلادي تحقرت، في بلادي تحقرت. هادشي ما عرفو حتى شي واحد. فلهذا النهار اللي خرجت كنسب وكنعاير وكنهضر بحرقه حيت كنت مضروره. فلهذا كنقدم الاعتذار ديالي لجلاله الملك نصره الله فقط. ما نقدم اعتذاري حتى شي مسخ ولا شي مسخه من غير جلاله الملك. اللي كنت خطأت في حقك جلاله الملك في شي كلمه قلتها انا كنعتذر. انا يهوديه وسلمت ما بين يديك جلاله الملك، وكنقدم لك هذا الاعتذار امام الملأ، شاء من شاء وكره من كره. واللي ما بغاش يجلس على هذا. ها ما تصوروا من عندي، ها ما تصوروا من عندي انايا المسخين يا الحثالة المجتمع. واش عرفتوا ايها المغاربه علاش هاد ساريكول بدلات الاقوال ديالها، غيرت الراي ديالها؟ ماشي حيت ندمات علاش كانت كتنتقد محمد السادس وكانت كتسبو، لا ابدا. حيت الناس الحقيره، الناس الحقيره الخائنين ديال بصح هما بحال هادو. لان ملي كانت فقيره كانت كتحس بالظلم وبالحقره، ولكن لراسها هي فقط، لراسها هي فقط. ملي دابا دخلت العاقه، دخلت الفلوس على ظهر شي مكلخين اللي شجعوا القناه ديالها وخلاوها عاشت حياه افضل من هذيك الحياه التعيسه اللي كانت عايشاها وجايه من المغرب بها، ولات كتغير الاقوال ديالها مثلها كمثل باقي العياشه اللي كيصوفيو راسهم في اوروبا وكيبقاو عياشه. على الاقل عياشي ممكن نحترمه لان من الاول عياشي، لكن ملي كتجي وحده بحال هادي، ملي كتكون وحده بحال هادي، ملي كتكون فقيره وجيعانه ومقوده عليها، ديك الساعه كتعرف شنو هي الحقره وشنو هو الظلم، شنو هي الحقره وشنو هو الظلم. ولكن ملي كدير الفلوس كترجع تقول عاش الملك. سمعتوا؟ كترجع تقول عاش الملك. علاش؟ لان عمرها ما كانت انسانه عندها احساس حقيقي. هاد الناس الحقيرين كيكونوا بحال هكا، ملي كيديروا الفلوس ما تيفكروش في الناس الاخرين، كيكونوا انانيين. صافي انا درت الفلوس، ما سوقيش في الناس اللي فقيره في المغرب، ما سوقيش في الناس اللي كتعاني، ما سوقيش في الناس، ما سوقيش في هذا الملك اللي خلى الناس كتموت بالجوع وفقيره ومريضه ومقوده عليها وكتهاجر وكتمحن. ما سوقيش فيهم. انا في ذاك الوقت كنت كنحس بالحقره. كنت عارفه محمد السادس وعارفه الملك والعائله الملكيه هي اللي دارت لي هذا الشيء. ولكن دابا ملي درت الفلوس ما سوقيش. من درت الفلوس دابا وبغيت نصوفي الصوره ديالي، غادي نقول انا ندمت وكنت باقا صغيره وكنت كنسكر لا، انتي ماشي كنتي باقا صغيره وكتسكري. انتي ملي كنتي صغيره كنتي حقيقيه، هذا هو الفرق. انتي ماشي حيت كنتي صغيره دماغك كان مكلخ، لا كنتي حقيقيه، كنتي حقيقي. انتي دابا اللي ماشي حقيقيه، انتي دابا اللي كتقولي عندك 27 عام ماشي حقيقيه. انتي دابا اللي انسانه منافقه وانسانه انانيه وفي قمه الانانيه وانسانه حقيره، انسانه حقيره. على الاقل الشخص اللي كان عياشي المهم كان عياشي من الاول، ولكن انتي انسانه حقيره لانك كنتمنى لك شي نهار ترجعي فقيره، كنتمنى لك شي نهار ترجعي فقيره وغادي تشوفي كيفاش غتبدلي. انتي كتلوني، انتي واحد الانسانه كتلون. الا جيبك عامر ما عندكش مشكل تقولي عاش الملك، الا جيبك خاوي غادي تخرجي تعايري الملك. وهاد الناس اللي ما عندهمش مبادئ، جامي ما عمرك ما تقدري تثقي فيهم. هاد الناس اللي ما عندهمش مبادئ، الانسان اللي ما عندوش مبدأ جامي ما تقدري تثقي فيه. انسان غدار وانسان حقير، وهذه عبرت على الحقاره ديالها وعبرت على انها فعلا خائنه، ماشي خائنه الوطن. انت خنتي نفسك بعدا. الانسان اللي كيخون نفسه راه اسوأ من الانسان اللي كيخون شي حاجه اخرى. انت خنتي نفسك بعدا، خنتي راسك بعدا،
خاصك تعرفي هذه المساله. انت اولا خنتي نفسك وخنتي الناس اللي عاشوا نفس الحقره ديالك، والناس الفقراء واللي باقيين فقراء وما داروش الفلوس بحالك. انت حيت كنتي محظوظه. علاش؟ لانك فتحتي القناه في واحد الوقت كانوا باقيين ما كاينينش القنوات، وخرجتي السنطيحه ومانيبيوليتي الناس. عرفتي كيفاش مانيبيوليتي الناس؟ لانه خليتي الناس يعايروك. ما عندكش مشكل تعايروك، المهم تدخلي الفلوس، لان انت هذاك هو الغرض ديالك. انت الغرض ديالك ماشي كان غرض نبيل، انت الغرض ديالك كان انك تدخلي فلوس، ودخلتي الفلوس باي طريقه، دفعتي السنطيحه ودخلتي الفلوس باي طريقه. ماشي مشكل يعايروني، ماشي مشكل يسبوني، نبروفوكيهم لانك انت مطوره، عندك طريقه كيفاش كتبروفوكي الناس. بروفوكيتيهم ودرتي الفلوس على ظهرهم، ودابا ملي شبعتي فلوس بغيتي تنظفي الصوره ديالك، ولا الله اعلم باغا ترجعي للمغرب، ولا الله اعلم خايفه على راسك من شي حاجه، وليتي كتقولي انا ندمت وانا كنعتذر. وانا كنتمنى الناس الحقيرين بحالك، كنتمنى الناس الحقيرين بحالك انهم يرجعوا فقراء، ان يدور الزمان وترجعي فقيره، يدور الزمان وترجعي كما كنتي كي الكلبه. سمعتي؟ يدور الزمان وترجعي كما كنتي كي الكلبه، باش تعرفي بانك انسانه حقيره، باش تعرفي بانك انسانه عديمه الاحساس وعديمه الضمير، وانك انسانه ما يقدرش الواحد يثيق فيها. ما تقدروش تثقوا في هذه الانسانه. هذه انسانه ما كتستحق حتى شي مشجع. هذه الانسانه ما كتستحق حتى لايك واحد ما كتستحقوش. وانا ندمت حطيت واحد الفيديو ديالك كان كيسحاب ليا فريمون، ندمت. انا اللي ندمت حطيت واحد الفيديو ديالك، لانك انسانه ما كتستحقيش. واحد الانسانه اللي ما كتستحق حتى شي حاجه، وكتستحق فعلا ان الشعب المغربي شي نهار يدور فيها. كتستحق فعلا ان شي حد شي نهار يدور فيك، لانك يبوز بال وحتاله. سمعتي؟ وكنتمنى يدور عليك الوقت وترجعي بحال الاول، من نقطه الصفر، بحال الاول. يا الحتاله يا الحقيره، انتي ماشي خائنه الوطن، انتي خنتي نفسك وخنتي الفقراء. خنتي دوك الناس اللي تهما كينتقدوا محمد السادس، وتهما كيسبوا محمد السادس، ولكن ما كيسبوش حيت باغيين كيسبوا الاعمال ديالو، كيسبوا اشنو دار للشعب، كيسبوا سرقه الثروات اللي سرقه ودارها في جيبو، كيسبوا انه دمر الشعب، كيسبوا انه بلدنا غنيه وحنا مهجرين، حنا المهاجرين اللي هازين المغاربه اللي عايشين في المغرب. وماشي هذا هو الدور ديالنا ماشي نهاجروا باش نهزوا عائلاتنا في المغرب، والبلد ديالنا غنيه وكاينه عائله وحده مستحوذه على جميع الثروات وخاشيه في جيبها. سمعتي؟ ايتها الحقيره، ايتها الخائنه، انت خنتي الفقراء وخنتي نفسك، خنتي الضمير ديالك والمبادئ ديالك. ملي كنتي صغيره نفكرك، ملي كنتي صغيره تما فين كنتي حقيقيه، ملي كنتي صغيره. اما دابا انت بحال الحرباء. اما دابا انت بحال غدا وكتكبري وغدا وكتفلسي، غدا وكتكبري وغدا وكتخيابي. سمعتي؟ هذه الملاحظه اللي لاحظت. ملي كنتي صغيره كنتي فريمون بيور، كنتي واحد الانسانه اللي كانت كتخرج داكشي من الاعماق ديالها فيما يخص هذا الشيء ديال الحقره وديال الظلم وداكشي. ولكن دابا ملي درتي الفلوس ودرتي التجميل، لقيتي الفلوس باش ديري عمليه التجميل، ولقيتي البرهوشات اللي مدصرينك حيت ما فاهمين والو، لقيتي البرهوشات مع الدمي الدار بركين كيديروا لك لايك وكيشجعوا لك القناه وكيطلعوا لك القناه. شنو بغيتي ديري عاوتاني؟ بغيتي تخرجي لهم بواحد الصوره اخرى، انا ندمت وانا كنعتذر وانا تفو يخ على كمامر. هادشي اللي غنقدر نقول لكم. انا هاد الفيديو لقيته صدفه على التيك توك، وبغيت نتقاسمو مع الناس اللي كيتبعوك. انا ما كتهمينيش، ولكن بغيت نتقاسمو مع الناس اللي كتتبعك ونثير انتباههم لشي حوايج، لان مع الاسف عندنا واحد النسبه ديال الاميه والنسبه ديال الغباء طالعه بزاف. حيت ما كنتوش اغبياء بحال هادي كاع ما ديروا لها لايك وما تطلعوهاش وما تخليوهاش تولي وحده لاباس عليها. وحده بحال هادي ما كتستحق حتى شي حاجه. وحده بحال هادي، وكنتمنى انكم تقراو داكشي اللي مكتوب وتستوعبوه تفهموه، لان بزاف الناس كتقرا مع الاسف وما كتفهمش وما كتستوعبش. لاحظت هاد المساله. وكاين الناس اللي ما كتقراش حتى القرايه، ما كتستوعبش، كتشوف الفيديو مكتوبين فيه شي حوايج وما كتحاولش تقرا. علاش؟ لان بنادم امي، بنادم مكلخ، بنادم متخلف وجاهل،
باغي غير يكتب تعليق زربان، باغي يكتب تعليق بلا ما يفهم وبلا ما يستوعب. فانا حطيت ساريكول غير باش نوعي واحد النوعيه من البنات اللي متبعين هذا النوعيه من النساء اللي متبعين هذه النوعيه من النساء وكيعطيوها قيمه وكيعطيوها واحد الحجم كبر من حجمها، لانكم عطيتوا قيمه لشي ناس اللي ما كيستحقوش، في حين كاين ناس كتستحق ما كتعطيوهمش قيمه. علاش؟ لان مع الاسف كاينه واحد نسبه الجهل ونسبه الغباء طالعه بزاف.